ما فيش عروق، أُمّال نسحب منين؟ السلام عليكم يا أحلى قعدة، معاكم دكتور سارة، ودلوقتي في حلقة جديدة من سلسلة من قلب المعمل، اللي بنحكي فيها مواقف في شغل التحاليل من قلب الحدث، من قلب الإبرة والسرنجة. يلا بينا نبدأ حلقتنا. ما تنسوش قبل ما نبدأ الحلقة تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وتشيروه لأي حد من صحابكم حابين تشاركوا معاهم الحلقة. يلا بينا نبدأ. أكتر المواقف اللي بتخليني أقف وآخد نفس وأقول يا رب استر لما حد يقول لي أنا ما فيش عروق ومحدش بيعرف يسحب لي بسهولة. ده من أكتر الجمل اللي ممكن توتر أي دكتور أو الدكاترة زي ما بنقول كده بشنبات، يعني قدام أوي في المهنة وكده. يعني هو طبعًا السحب والحاجات دي كلّها في الreception، وفي معامل الدكاترة ما بيكونش فيهم reception، هُم الدكاترة بيقوموا يعني بيعملوا كل الحاجة، يعني بيسحبوا وبيشتغلوا وكل حاجة. بس الحالة اللي ما بيعرفوش الreceptions اللي هو فريق التمريض ي يسحبوا العينة، طبعًا بيندهوا لحد من الدكاترة ييجي عشان يساعدهم في سحب العينة، لإن في مشكلة ما. المهم لمّا بالاقي حد يقول لي أنا ما عنديش عروق وما حدش عارف يسحبني بسهولة، ساعتها باحس إننا داخلين مهمة شبه مستحيلة. آه والله، مش عشان إن الvein أو العرق مش موجود، لكن لإن التوتر بيخلّي الموقف كلّه صعب. التوتر اللي بيبقى موجود في الpatients أو التوتر اللي بييجي لي أنا شخصيًا. المهم أول الموقف أنا بصراحة مش هانساه، لمّا جالي شاب رياضي طويل وعريض كده وشكله بسم الله ما شاء الله يعني، دخل بكل ثقة وقال لي: "بُصّي، بصراحة ما حدش بيعرف يسحب لي وعروقي مش ظاهرة خالص، بس جرّبي." أنا طبعًا هنا بيبدأ التحدي، مش بس في السحب، لأ، في إدارة توقعات المريض نفسه. باحس إن أنا داخلة تحدي مع نفسي، اللي هو لأ، أنا ما فيش حد زيي، ما فيش حد قدّي كده يعني. المهم قعدت وبدأت أتحسس الأوردة، شمال ما فيش، يمين خفيف أوي بس باين بالعافية. قُلت له: "هاسحب من اليمين وهاضبّط الدنيا، بس حاول إن أنت تسترخي." رَد عليَّ بنُص ابتسامة كده وقال لي: "ربنا يسهّل، آخر مرّة اتحوّلت فيها لحقل تجارب وأنا باسحب." الحقيقة إن في نوع من أنواع المرضى أو الpatients في منهم بيبلّغك بهدوء إن عروقه مش واضحة، وده بيكون بتعاون جدًا، وفي اللي بيبدأ يحكي لك تجاربه المرعبة مع 6 محاولات فاشلة قبلك وده بيدّيك رعب إضافي، وفي بيقول لك اعملي اللي تشوفيه بس ما توجعنيش، اللي هو ما تبقاش عارف تعملها له إزاي. طيب تعالوا نمسك واحدة واحدة كده إيه هي الحاجات اللي بتأثّر على ظهور الوريد، بلاش العروق عشان مش بابقى عارفة أقولها، بس إحنا بالمصري بالعامية بنقول عليها العروق، بس الأوردة. إيه اللي بيأثّر على ظهور أو عدم ظهور الأوردة دي؟ أول حاجة في عوامل طبية حقيقية بتخلّي العروق دي بتبقى صعبة في السحب. إزاي؟ طبعًا حضرتك بتبقى جاي المعمل فاكر إن كل التحاليل صيام، يعني كل الناس بتبقى صايمة عشان جاية تعمل تحاليل. للأسف إن في تحاليل بتبقى محتاجة صيام، ولكن الصيام مش معناه الامتناع عن شرب المياه. المَيّة، يا عم معلش لو أنت مش في رمضان دلوقتي ومش بتصوم الأيام اللي عليك ورايح تعمل تحاليل، مش لازم تكون صايم صيام كامل. الصيام معناه إن أنت هتصوم عن الأكل وعن المشروبات الساخنة أو الساقعة، بس
مسموح لك في حالة الصيام في التحاليل عمومًا تشرب مَيّة، ده المسموح ليه. طيب في تحاليل محتاجة صيام، وفي تحاليل مش محتاجة صيام أساسًا. المَيّة بتعمل لي سيولة أو بتخلّي الأوردة الدم يبقى ماشي فيها بسهولة وسلاسة، أوكي؟ طيب فالناس اللي بتيجي صايمة وما بتشربش نقطة مَيّة، هنا الأوردة بتكون نايمة خالص ومش ظاهرة. طيب تاني حاجة، الوزن الزائد والكتلة العضلية الكبيرة، الناس اللي بتبقى عاملة في الgym وبتعمل عضلات والكلام ده كلّه، الأوردة هنا بتكون عميقة جدًا، بتكون جوّه العضلة، فبيبقى بعض الناس ما بتبقاش الأوردة فيها ظاهرة. تالت حاجة واللي بتبقى منتشرة جدًا في الشتا، البرودة، الجو البارد بيخلّي الأوعية يحصل لها انقباض، بتنقبض، والعروق دي بتبقى مختفية. علشان كده في وقت الشتا بينصح إن أنت طالما جاي حاول تدفّي نَفْسك كويس علشان الأوردة ما بتكونش ظاهرة كفاية لو أنت من النوع ده. طيب تفتكروا مرّة حاولت أسحب والإيد كانت متجمّدة؟ آه، الموقف ده لوحده أصلًا كان وقتها واحدة جاية لي في عِز الشتا ولابسة 3 طبقات، 3 قطع من الملابس وطالعة تحس إن هو طالعة لي من قمة إيفرست. لمّا قلعتهم إيديها كانت حرفيًا يا جماعة كانت تلج، بتقول لي بقى هي إيه، تخيل وتقول لي: "ها العروق فين، العرق فين؟" بصراحة أنا كنت أصلًا ذات نفسي كنت عايزة أسألها نفس السؤال، هو الvein فين، الوريد فين؟ طب نعمل إيه في الحالات دي؟ في شوية حِيَل بنعملهم في المعمل علشان نشوف الvein أو العروضة. إيه هي؟ أول حاجة بنطلب من المريض اللي جاي لي صايم مش شارب ولا نقطة مَيّة، إن هو يشرب مَيّة قبل السحب، لو مش صايم الصيام الكامل اللي هو بتاع رمضان. تاني حاجة لو الوريد تحت أو مخفي سواء كتلة عضلية أو كده أو ساقع، بنفضّل إن نغطّي الدراع اللي هنسحب منّه بفوطة دافية لمدة دقيقة، ودي بصراحة فعّالة جدًا في عملية السحب. تالت حاجة بنستخدم إبرة سحب أصغر وخصوصًا مع الأطفال أو العروق الدقيقة اللي هي بتبقى رفيّعة أوي، يقول لِك أنت وريدك عامل زي الشعراية، رفيّع أوي. وبنتعامل بهدوء لإن التوتر بيقلل فرص النجاح في أول محاولة. بيضطر الدكتور إن هو يسحب مرّة يفشل، المرّة التانية يفشل، وطبعًا ما يُفضّلش إن إحنا نسحب أكتر من مرّتين عشان الحالة اللي قدّامنا طبعًا ما تتألمش، بس في نفس الوقت المريض أو الpatient أو الحالة لازم تكون مساعدة الدكتور، متعاونة، أوكي؟ طيب إيه الموقف اللي قفلت فيه اليوم بتاعي؟ ودي بصراحة لازم أحكيها، لازم بصراحة. برضه في حاجات السحب، طبعًا أنا كل الكلام ده طبعًا فريق التمريض الناس اللي أنا باحكيها لكم زي فريق التمريض مش عارفين يسحبوها. طيب الموقف ده جالي طفل صغير اللي ما حدش يعرفه إن أنا أصلًا ما باحبش أنا باعرف أسحب حالات المواليد، بس أنا من الشخصيات اللي بتيجي لي زي يعني مش تبلُّد، يعني باتنّح. بالمعنى الحرفي، باتنّح فعلًا لمّا أشوف طفل أقل من السنتين وإن أنا المفروض أسحب له العينة. المهم الطفل ده كان صغير وتقريبًا كان 5 سنين، الحمد لله يعني أول ما شُفته ارتحت إن هو مش صغير أوي، بس أول ما شافني ماسكة السرنجة قال بصوت عالي أوي: "ماما الست الشريرة جات." فاللي هو إيه، بعدها لو وقفت حسّيت نفسي إن أنا في كرتون مش في معمل خالص. ومامته كانت بتموت من الضحك، لإن هي أصلًا قايلة له الجملتين دول، وأنا بصراحة مش عارفة أبدأ
أسحب والّا أعتذر ليه إن أنا هاعمل ده، فاهمني؟ بس. وطبعًا سحبنا العينة بس بعد محاولات كتيرة ومامته تمسكه وأنا أمسكه وصويت وعياط وكانت بوكسات في بوكسات بس الحمد لله، الحمد لله عدّت على خير وخلصت لقينا بنقابل نوعية من الأطفال دي بصراحة، وبصراحة ده طبيعي لإن ده السِن بيخاف من الحاجات دي، الشكشكة وكده. طيب الخلاصة بقى من القعدة بتاعتنا دي، ما فيش حاجة اسمها ما فيش عرق خالص، لكن في شوية ظروف لازم نعدّلها ونهيّئها للحالة ونساعد إن العرق يظهر. لو جاي تعمل تحليل يا جماعة أو أنتِ لو جاية تعملي تحليل لازم تشربي مَيّة، خلّيكِ هادية أو خلّيك هادي والبس دافي في الشتا. طيب أهم حاجة بقى ثقة المريض في اللي قدّامه دي بتفرق جدًا، لإن المريض لو خاف حَس بخوف حرفيًا ال الوريد بيتحرك من مكانه لمكان تاني أو بيختفي خالص، وفعلًا في ناس كده. طيب لو حصل حاجة زي كده اعمل بقى الحاجات اللي أنا قُلت لك عليها لو أنت دكتور، ولو أنت مريض حاول تسهّل الموضوع على الدكتور، إن أنت تشرب مَيّة وتدفّي نَفْسك كويس لو إحنا في الشتا، وتخلّيك هادي شوية، بس كده. لو واجهت موقف شبه ده سواء كنت مريض أو شغّال في معمل ابعته لي وأنا هاشاركه في الحلقة الجاية. كده تبقى نهاية حلقتنا، لو الحلقة عجبتك لايك وشير واشتراك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل الحلقات الجديدة. كانت معكم دكتور سارة من قلب المعمل، أشوفكم في القعدة الجاية.